اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست بتاعي خميس من نوع اخر. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغلنا كلنا، شريك حياتك. ازاي تختار شريك حياتك؟ يلا بينا كوباية الشاي بتاعتكم واسمعوني. كم مرة سمعنا عن حد اختار غلط وندم، وكم مرة شفنا قصة حب بدأت حلوة بس انتهت بوجع. يا ترى احنا بنختار شريك حياتنا صح ولا بنختار بطريقة تخلي النهاية محسومة بالفشل؟ النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص الموضوع ده، من أول القلب لحد العلامات اللي تقولك اهرب. الحلقة دي هتغير مفهوم تفكيرك نهائي. زمان كانوا بيقولوا الجواز زي البطيخة، يا دي تطلع حمرا يا قرعة، بس الكلام ده غلط جدا. احنا اللي بنختار واحنا اللي بنحدد مصير العلاقة. تخيل انك بتشتري عربية، هل هتاخد اول عربية تعجبك في المعرض من غير ما تسأل على امكانياتها ولا تجربها؟ اكيد لا. طيب ليه في العلاقة بنمشي ورا احساسنا بس؟ في دراسة بتقول ان نوعية الشريك اللي بتختاره بتأثر على سعادتك وصحتك النفسية، ولو كان الاختيار غلط نسبة الاكتئاب والضغط النفسي بتزيد جدا. حاجات كتير في حياتنا بتتأثر باختيار الشريك، مستقبلك وطموحك، سلامك النفسي، وحتى علاقاتك تعالوا معايا على اهم جزء، ازاي تعرف الشخص ده مناسب ليك ولا لا. اول حاجة القيم المشتركة ما بينكم. قبل ما تبصي على شكل او فلوس اسألي نفسك، هل الشخص ده عنده نفس مبادئي؟ لو انا بحب الصراحة هو بيكذب، هينفع؟ لو انا بحترم الناس هو مش بيحترم حد، هينفع؟ تاني حاجة بصي على طريقة حله للمشاكل. العلاقة اللي مفيهاش مشاكل مش طبيعية، لكن الاهم ازاي بتحلوها. هل بتتكلموا وتوصلوا لحل مناسب ولا كل مشكلة بتنتهي بزعيق وانفصال وقلة قيمة؟ تالت حاجة الدعم العاطفي. الشريك الصح مش اللي يقولك كلام حلو بس، الشريك الصح اللي يكون معاكي في كل الاوقات الصعبة قبل الحلو، اللي يشجعك وقت ما تكوني محبطة، واللي يحس بيكي حتى من غير ما تتكلمي. رابع حاجة الاستقرار النفسي والمادي. مش لازم يكون مليونير، لكن لازم يكون عنده طموح واستقرار نفسي. الشخص اللي مش مستقر في حياته مش يقدر يديكي استقرار في علاقتكم اصلا. هو شخص مش مستقر، هيديك استقرار ازاي؟ لازم برضو تحسبي الحته دي جدا. تعالوا اقول لكم بقى ايه اشارات الخطر، ريد فلاج، اللي تقولك اهربي بسرعه. اهمهم بجد السيطرة والتحكم. لو حد بيحاول يتحكم في لبسك، شغلك، اصحابك، ده علامة خطر جدا، من اكبر علامات الخطر بجد. التحكم والسيطرة وفرض السيطرة والكلام ده من اسوأ الحاجات اللي في الدنيا. تاني حاجة عدم الاحترام. لو بيقلل منك قدام الناس او حتى بينك وبينه عادي، ما يقللش منك برضه. يعني حتى لو انتوا الاتنين بس ما يقللش منك، ده مش حب، تمام؟ ده قلة قيمة. تالت حاجة التقلبات المزاجية الشديدة. يعني كل شوية بقى ايه بمزاج كده. الشخص اللي يكون مبسوط يوم و10 لا، ممكن يكون عنده مشاكل نفسية محتاجة علاج، وده طبعا مش دورك ولا دورك. 4 عدم تحمل المسؤولية. شخص عايش حياته بلا هدف، مستنيك تشيلي كل حاجة عنه، ده مش شريك حياة، ده عبء. كنت شفت بوست على الفيسبوك بيقول دكتورة في الجامعة سألت الطلاب بتوعها هل الحب إحساس ولا اختيار؟ اغلب الردود كانت انه احساس. الدكتورة كانت ردها انهم لو فضلوا مقتنعين انه احساس بس، علاقتهم باللي بيحبوهم هتنتهي بسرعة. بعد كده حكت لهم عن استطلاع عملته على ناس متجوزين ومطلقين. قالت ان كل اللي شاركوا في الاستطلاع ده اعترف انهم جات لهم لحظة في حياتهم والحب اللي كانوا بيحبوه للطرف التاني اختفى، او على احسن تقدير قل كتير عن الاول، وان كلهم مرت عليهم لحظات ما كانوش فيها سعداء مع شريك حياتهم. كلهم اعترفوا ان المشاعر شيء متغير جدا، ومش منطقي انك تبني حاجة عاوزاها تعيش العمر كله على اساس مش ثابت زي المشاعر. لما سألوها طيب لما كل الناس بتحس بده، ليه في ناس جوازها بتكمل وفي ناس اتطلقوا؟ قالت ان اللي لسه متجوزين في الاستطلاع قالوا انهم لما حسوا الاحساس ده قرروا يتكلموا مع شريك حياتهم ويلاقوا لغة حوار مشتركة. اختاروا يعترفوا ان في مشكلة وانهم محتاجين يلاقوا لها حل. اختاروا يعملوا حياة تستاهل انهم يحبوا يعيشوها. لكن اللي اتطلقوا قالوا انهم قرروا يمشوا. وده الفرق بين الحب كمشاعر والحب كعهد. خدوا بالكم من كلمة عهد دي. سهل انك تحب حد وتتوتر وقلبك يدق بسرعة وتفرح بمشاعر البدايات. سهل تقع في حب حد في الاول وكل صفة فيه جميلة وكل تصرف منه مبهر وكل عيب فيه مستور بنور طبعا الافتتان. مش بيقولوا المحب اللي بيحب الحب اعمى وبتاع. الصعب انك تلتزم بالحب ده، ان لما النور بتاع البدايات يختفي تلاقي نفسك لسه حابب صحبة الشخص ده.
ان في عز ما الدنيا وحشه انت لسه عندك القدره انك تلاقي في حاجه تقع في حبها، ان لما تتعب او تزهق في النص تقدر تبص لشريك حياتك وتحس انك عاوز تتعب عشان تحتفظ بيه في حياتك. والاصعب انك تلاقي حد هو كمان عاوز يتعب عشانك، حد يختارك زي ما انت اخترته ويفضل يختارك مهما الحياه اتغيرت. في واحده من اللي حاضرين قالت ما بقتش خايفه ان اللي كان شايفني دنيته كلها في يوم يصحى وما يشوفش لمعة عيوني لما بصله، طول ما هو هيصبر كفايه ان يدور لحد ما يلاقيها تاني. كان في واحده دايما بتقول لي ان بالنسبه لها الحب هو الصحبه، ان لو فكرت هلاقي ان ابونا ادم عليه السلام شخصيا كان نفسه في صحبه والونس والسكن، فربنا خلق امنا حواء الحب عندها هو اختيار واعي من ان في شخص معين دونا عن بقيه خلق الله هنحبه، يستاهل انك تتعب عشانه ويستاهل انك تبذل مجهود عشان تحتفظ بيه في حياتك. شخص واحد قلبك اختاره انه يولف حياتك على حياته، وفي المقابل قلبه كمان اختار كده. اوعدنا يا رب. عايزه اقول لكم كمان احنا بنقبل الحب اللي بنعتقد اننا نستحقه. يعني لو انت شايف نفسك قليل هتقبل من اي حد اي حاجه حتى لو كانت اقل من اللي انت تستحقه. عشان كده اول خطوه عشان تدخل علاقه حلوه هي انك تؤمن انك تستاهل احسن. يعني دايما يا بنات، بالذات بقى للبنات، كل ما تصحوا كل يوم الصبح اعرفوا انك تستاهلوا احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه، حتى احسن حاجه قليله. يعني انا ساعات لما بقعد مع اهلي مع اصحابي بقول لهم ايه، انا نفسي شريك حياتي يكون كذا كذا كذا، ففعلا شخص مثالي، فيقولوا لي لا الاحلام دي كبيره قوي، فاقول لهم لا انا استحق كل حاجه حلوه، فعشان كده الحاجات الحلوه دي هتجيلي. فخليكم انتوا كده كمان، انا بصحى كل يوم واثقه، وانتوا كمان خليكم كل يوم تصحيين واثقين انكم تستاهلوا احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه في الدنيا تستاهلوها، تستاهلوا احسن شريك في العالم، تستاهلوا شخص فعلا يكون كويس، شخص حنين. اهم حاجه الحنيه بجد. يعني انا دايما بشوف ان الحنيه دي لغه الحب، ان لو شخص مش حنين عليا فهو ما بيحبنيش ايا كان بقى. وعايزه اقول لكم كمان من الحاجات المهمه جدا، الانسان ما ينفعش يحب في اسبوع ولا شهر ولا حتى في سنه. الحب يا جماعه عاوز مشاكل، عاوز ازمات، عاوز تعب، عاوز فترات وحشه ومواقف صعبه، عاوز عشره طويله عشان يبقى حب. يعني باختصار الحب يبدا عندما ينتهي الحماس. ما ينفعش نقول انك بتحب البحر وانت واقف على الشط، لازم تنزل البحر تعوم فيه، تضربك الموجات، تشرب ميه مالحه، تجرح رجلك بالصخر، تشوف العتمه اللي في القاع جوه. لما ترجع على الشط هتشوف البحر بشكل مختلف، مش هتشوفه مثالي، انت شفت عيوبه وظلامه وغضبه. يا اما هتكره البحر يا اما هتفضل تحب كل حاجه فيه. تخيلوا، لهفة البدايات مش حب. عايزه اقول لكم ان لهفة البدايات مش حب، وانك تعجبوا بحد عشان نسل النجاح والحاجات دي مش حب. يعني انا اكتشفت عن قريب ان بجد في ناس، يعني انتوا ممكن تعجبوا بحد بسبب مثلا ان هو شخص ناجح قوي فتعجبوا بيه، فانتوا معجبين بنجاحه ومش معجبين بيه هو، وده دليل ان هو يعني انتوا يعني عايزه اقول لكم يا ربي مش عارفه اقولها لكم ازاي انتوا خلقتوا الحب ده في دماغكم، انتوا بس معجبين بالشكل الخارجي، بالنجاح الخارجي، لكن انتوا مش معجبين بالشخص نفسه. تمام. عايزه اقول لكم برضو عشان تحبوا وتتحبوا او حتى تكونوا معجبين بحد لازم تعاشروه فتره كفايه. وعايزه اقول لكم برضو اللي ما غصوش في البحر ما حبوش. العلاقات السويه يا جماعه فيها خناقات عادي على فكره، وفيها اختلاف في الطباع ووجهات النظر، وفيها شخصين عندهم عيوب، ما فيش حد مثالي، ما فيش حد خالي من العيوب، وفيها شد وجذب ولوم وعتاب. فاللي فهمك ان العلاقات السويه ما بيبقاش فيها مشاكل ضحك عليك بقى. بتوع التنميه البشريه دول ضحكوا عليك، فهموكوا ان العلاقات مش بيبقى فيها مشاكل. اي علاقه في الدنيا بيبقى فيها مشاكل، لكن اللي بيميز العلاقه بقى السويه عن غيرها ان ما فيهاش ايذاء، يعني ما فيهاش اهانه ولا معايره وقله قيمه، اللي هو نختلف ونشد لكن في الاخر ملناش غير بعض، واوبشن التجريح ده مش موجود اساسا في قاموسنا. هو دي العلاقه السويه بقى. العلاقه السويه هي اللي ما فيهاش قله قيمه بالمعنى الاصح. في مثل قديم قوي بحبه بيقول اللي يفرط في الجواهر النادره هيقضي عمره كله يجمع في الحصى. يعني بمعنى اصح مش هتعرف قيمه الشخص الواضح غير لما تجرب الشخص المتلون، مش هتعرف قيمه ان يبقى معاك انسان مش بيسيبك لدماغك غير لما تجرب تعاشر ناس شايفه ان المشاعر شيء ثانوي وان الزعل عادي وهتهدى وهترجع زي الاول. ناخد بقى نصيحه من النقطه دي ومن المثال ده حلو قوي، ان احنا اهم حاجه لما نيجي نختار شريك حياتنا نختار شخص حنين، بس حنين وبس بجد.
يعني حنين عشان ما نهونش عليه. في جملة حلوة قوي سمعتها، من اجمل الجمل بجد اللي سمعتها: الطبع غلاب، ولو عملت المستحيل عشان تغيره في صاحبه مش هيتغير، وتبقى بتضيع وقتك لو اكتشفت ان طباع الشخص اللي قدامك غير مناسبة ليك وفضلت تعاتبه فيها. وازيدكم من الشعر كمان بيت: محدش بيشوف نفسه مقصر ولا وحش، ونادر جدا لو حد اعترف بتقصيره او بسلبياته. فانت ما تنهدش كتير في حاجة لا هتتعدل ولا هتتغير، اللي يناسبك مشيه واللي عكسك الغيه. بالذات بقى يا جماعة فترة التعارف ده بجد، يعني احنا عملنا في حياتنا فترة التعارف دي او الخطوبة عشان نعرف الشخص اللي قدامنا ده كويس. لو حسيتي باي تصرف منه مش احسن حاجة او حسيت انك مش مرتاحة، سيبيه يا حبيبتي، سيبيه وما تتعبيش نفسك. مستنية ايه يعني لما تتجوزي ويبقى معاكي عيال؟ لا سيبيه يا حبيبتي. اصل الحاجات دي برضو بتبان، انا مقتنعة 100% ان الاشخاص بتبان في فترة التعارف الحاجات دي. فعايزة اقول لكم ما تدخلوش علاقة مع حد مش مريحكم نفسيا. عايزة اقول لكم برضو ان السلام النفسي والراحة النفسية رقم 1، يعني مفيش حاجة تحتها، مفيش حاجة قبلها، ولا السلام النفسي رقم 1 في حياتك. اختار دايما السلام النفسي. مش هتجوز غير حد سوي نفسيا. انا مش عاوزة اي حد وخلاص، ولا عاوزة حد يكون عاوز اي عروسة وخلاص. محتاجة حد يلاقيني عشان ننفذ خطتنا ومشاريعنا سوا. محتاجة اتجوز عشان ابقى له حبيبة وصاحبة، حد ابقى فخورة وانا باخد رأيه في حاجة تخصني وانا عارفة 1,000,000% انه فخور بانجازاتي. حد شايفني في المراية، حد بيقاسمني يوم وحب مش اجبار عشان مجرد انا اللي معاه في السفينة والجو ده. حد مهما نكبر حبنا بس هو اللي بيكبر ولسه شايفني زي ما انا، اللي جه قرأ معاها الفاتحة وقال امين وهو بيبتسم لها. حد بقى مبسوطة وانا بقول لميس اولادي طيب هقول لباباهم وارجع لك. حد بقى عارفة ان كل ما هقع الاقيه مدد ايدي مبتسم على عبطي اني فاكرة هقع وهو موجود. حد ما يهونش عليه زعلي حتى لو على الهبل، بيصالحني وهو عارف ان ده ما بيقللش من رجولته بل بالعكس بيعليه. متأكدة ان هيلاقيه، ومتأكدة يا بنات ان كلكم هتلاقوه. عايزة برضو اقول لكم اهم الريد فلاج اللي لقيتها في شخص: هربي، ما تكمليش معاه. اهم حاجة طبعا اللي ما يعرفش ربنا، يعني هو ابعد عنه. فظ اللسان، اللي مش محترم، ضعاف الشخصية، الشخص اللي مش بيعرف يتناقش وبيهرب من المواجهة، ما بيعرفش ياخد قرار، الشخص اللي مش قد المسؤولية، الشخص المحوراتي، الشخص اللي بيتكلم عن الناس وحش، والخاين، وايه كمان يا ربي اي حاجة خليكي مش مرتاحة ابعدي. بس اهم حاجة يا بنتي سلامك النفسي. بس نصيحة لبنات كتير: اوعي تختاري حد بايعك او بتشحتيه او معلقك. لو ما كانش من البداية هو اللي شريكة اكتر وبيتمنى وصالك اكتر وبيحاول بكل الطرق يكسب قلبك ووجوده امان وبيطمن قلبك، فاعملي حسابك انك الطرف اللي هيفضل يحاول لحد ما روح تطلع. مفيش راجل بيعرف يقسى على بنت بيحبها مهما حصل، فوقه بقى. مفيش راجل ما بيعرفش يرتب اولوياته لو عايز واحدة وبيحبها من قلبه. بجد ممكن يعمل المستحيل عشان يوصلها. لان ياما سمعنا عن قصص ناس عملت المستحيل عشان توصل للناس اللي بتحبها. بتقرأوش روايات ولا ايه؟ او في الحقيقة كمان مش في الروايات بس. يعني فما تصدقيش غير كده، الشخص اللي عايزك هيبقى معاكي. عايزه اقول لكم كمان ان المرأة في الاسلام مرغوبة لا راغبة، يسعى اليها ولا تسعى هي، يخطئ اليها 1000 ميل ولا تتزحزح. بس الجواز حلو، الجواز حلو لو قررتم تتحملوا تعب السنين الاولى سوا، بنقص بقى خبرتكم، باختلافاتكم، بخناقاتكم، باحلامكم اللي اوقات بتختلف، وبقراراتكم اللي ممكن تكون مش دايما مدروسة صح ومش دايما صح اصلا. الحلاوة بتيجي لما تقرروا تنجحوا بارادتكم وبكل طاقتكم. وقتها الجواز بيبقى الملجأ والامان والمكان اللي بتلاقوا فيه راحتكم، وده قرار بين اتنين وبس من غير ما حد تالت يتدخل. اهم صفة في شريك الحياة يعني انه يكون عنده قدرة على التغيير والتقبل. واهم قانون لازم الكل يحترمه: الاستقلالية عن الاهل، الخصوصية. اهم فكرة لازم الطرفين يؤمنوا بيها: كلنا بشر وعندنا نقص. اهم اداة لازم تتفعل: الاستيعاب. واهم شعور لازم يكبر مع الوقت: الامان. عشان ده اهم شعور في الدنيا ما بين اي اتنين. اهم رصيد بينكم: العشرة. اهم اتفاق لازم يتم: الصراحة بس بلطف. تمام. اهم مسؤولية لازم تتفهم: تربية الابناء. لازم تحددوا مع بعض تربوا عيالكم ازاي. اهم معرفة لازم كل واحد فيكم يكون عارفها: طبيعة الراجل والست. تمام. وبنصح جدا اي حد داخل على جواز او حاجات دي يقرأ كتب كتير عن العلاقات والكلام ده، تفرق جدا. الحب مش مجرد شعور لحظي بنحس بيه،
لكن هو فعل بيستمر وبيتجدد كل يوم. المشكلة اننا احيانا بنعبر عن الحب بطريقة شريكنا مش بيفهمها، وهنا بيبدأ سوء الفهم. تمام. في 5 لغات اساسية للحب. في ناس الحب عندهم عبارة عن كلام حلو، دعم وتشجيع مستمر. ناس تانية بتحس بالحب لما يكونوا مع شريكهم في وقت خاص بعيد عن الضغوط. وفي ناس تانية بتشوف ان الهدية حتى لو بسيطة دليل على الحب والاهتمام. وفي اللي بيشوف الحب في الافعال، زي اي حد بيساعده في شغل البيت او يهتم بتفاصيل حياته. واخيرا في ناس الحب عندهم لمس ايد، حضن، او حتى نظرة حنينة. كل واحد عنده لغة حب مختلفة. يا ترى ايه لغة الحب اللي بتحسوها اكتر؟ وهل بتحاولوا تفهموا لغة شريككم؟ الراجل والست مختلفين تماما في طريقة التفكير والتعامل مع المشاكل، والمفتاح هو فهم الفروقات دي بدل ما نحاول نغير بعض. الراجل بيحب يحل لما الست تحكي عن المشكلة. الراجل تلقائيا بيدور على حل، لكن احيانا هي مش عايزة حل، هي عايزة حد يسمعها بس. الست بتعبر اكتر. الستات عندهم قدرة اكبر على التعبير عن المشاعر، بعكس الرجال اللي ممكن يتقوقعوا جوه نفسهم وقت الضغط وما يحكوش حاجة، بير اسرار وكده. الراجل احيانا بيحتاج وقت لوحده عشان يعيد ترتيب افكاره، والست ممكن تفتكر انه بيبعد عنها، الحقيقة انه بس بيشحن طاقته. هل فعلا الرجالة والستات مختلفين بالشكل ده، ولا الحكاية كلها تفاهم؟ قولولي في الكومنتات. لازم تختار شريك حياة تكون متفق معاه نفسيا قبل اي حاجة تانية. الحب بيموت لو مفيش تفاهم نفسي. العلاقة الناجحة هي اللي كل طرف فيها بيوازن بين احتياجاته واحتياجات شريكه. اهم اختبار للعلاقة هو وقت الخلاف. لو قدرتم تحلوا مشاكلكم بهدوء واحترام فالعلاقة قوية. محدش كامل. النجاح انك تعرف عيوب شريكك، عشان كلنا مليانين عيوب، محدش فينا كامل، يعني محدش مثالي اصلا في العالم، وتقدر تتعايش معاها من غير ما تحاول تغيره غصب عنه. وعايزه اقول لكم يا جماعه، عشان في حته بتضايقني قوي، الناس اللي بتدخل حياه ناس وبتكون عايزه تغيرها. مثلا واحد مثلا عايز واحده مثلا منقبه، يدخل حياه بنت مثلا عادي بتلبس عادي، ويقول لها لا انت لازم تنقبي. ليه؟ شفتوا مسلسل الاميره اللي جاي اللي بيجي في رمضان؟ في بقى الشخصيه التوكسيك دي، ابعدوا عنها بجد. يعني هو بعدوا عن الشخصيه التوكسيك دي اللي بتحاول تغير في الناس اللي حواليها وبس، وشايفين ان هم صح وبس، بعدوا عنها. يعني ايه اكتر صفه شايفين انها اساسيه في شريك حياتك، وهل بتقدر تتقبل عيوبه؟ قولوا لي برضو في الكومنتات. العشره اهم من الحب. هو الحب اساسي، بس برضو العشره بتبني الحب اكتر. بس العشره والامان هما اللي بيكملوا العلاقه. الحب مش كفايه بجد. يعني لو كنت حد سألني السؤال دوت مثلا من سنة، كنت اقول لها الحب هو والحب مش هو ايه. بس لما كل ما نكبر بقى عقلنا بينضج تقريبا كده يعني. فالحب يا جماعة مش كفاية. هو الحب اساسي طبعا، ودايما مقتنع ان الجواز او الجواز من غير حب زي البيت من غير سقف. هما الاتنين واحد، مفيش فرق ما بينهم. بس الحب مش لازم يكون رقم 1 في العلاقة. تمام. العلاقات اللي بتعتمد على الحب بس بدون تفاهم، وخد بالكم على كلمة بس دي، بتنهار مع اول مشكلة. تمام. الراحة النفسية اهم مؤشر انك اخترت صح. طول ما انتي مرتاحة نفسيا اعرفي انك اخترت صح. هو انك تحس براحة مع الشخص من غير ما تضطري تلبسي قناع بقى او تخافي من الحكم عليكي، لا تكوني على طبيعتك. يعني انا بجد يا جماعة بحب الناس جدا اللي على طبيعتها في علاقاتهم، اللي بتتكلم بتلقائية مع شريك حياتها، مش دايما بتتكلم كلام معين او كلام محدد، لا الناس التلقائية اللي بيتكلموا عادي، اللي بيكونوا على طبيعتهم مش بيتصنعوا. الصراحة بس بلطف. الصراحة أساسية، بس لازم تكون بلطف عشان ما تكسرش اللي بينكم. ماشي. تفتكروا الحب بيعيش لوحده ولا العشرة أهم؟ قولولي برضو في الكومنتات، لازم تشاركوني. الحب الحقيقي هو اللي تحس فيه بروحك، في روح اللي قدامك. يعني ساعات كده يا جماعه مثلا بنصاحب، مثلا انت مثلا رحتي مكان صاحبتي على بنوته، حسيتي ان روحها نفس روحك كده. ده برضو بيحصل لما نيجي نختار شريك حياتنا. لازم اول ما نشوفه تحسي ان روحك نفس روحه. يعني شفتوا مش في ناس بتقول ده من كتر ما هما بيحبوا بعض شبه بعض. هي دي بقى اللي انا قصدي عليها في النقطه دي. بس انك تحب، لكن انك تفهم الشخص اللي معاك على مستوى عميق جدا. العلاقه الناجحه مش اللي فيها كلام كتير،
لكن اللي فيها فهم صمت. يعني ايه؟ يعني انا جد مش مقتنعه ابدا بان حد يقعد يكلمك 24 ساعه يبقى عشان يكون بيحبك. لا، الدنيا فيها مشاغل، فطبيعي الشخص اللي بيحبك مش هيكلمك 24 ساعه في ال 24 ساعه. لا، عنده حياه. ومش معنى كده ان هو ما بيحبكيش، لا، هو بيحبك عادي، بس بيكون عنده شغل، حياه، عادي يا جماعه. فبرضه يا بنات ركزوا على الحته دي، عشان بشوف كتير مشاكل على الفيسبوك بنات بتشتكي من النقطه دي. فعادي يا جماعه. يعني اهم حاجه بس انه يكون جنبك في الاوقات الصعبه، ويكون بيقدم لك الحنيه والحب والامان والاحتواء والحاجات دي. تمام. الاختبار الحقيقي هو وقت الازمات، لو لقيت شريك حياتك جنبك وقتها. اهم حاجه يكون جنبك في الاوقات الصعبه والاوقات الحلوه برضه، يبقى ده الحب الحقيقي. لما تحسي انك مطمنه يا جماعه، احساس ان الواحد مطمن ده مش بيجي بسرعه. يعني من اعظم الاحاسيس هو احساس انك مطمنه في اي علاقه. ما تدوريش على حد بيبهر الناس، دوري على حد يحسسك بالسلام والامان. تمام. تعالوا بقى نتناقش شويه، هل الحب الحقيقي محتاج كلام ولا الافعال ابلغ؟ قولوا لي في الكومنتات. بس انا هرد عليكم بقى على السؤال ده. انا شايفه بشوف دايما الشخص اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه. انا دايما بحب الافعال. يعني الشخص اللي بيحبك يجي يتقدملك، الشخص اللي عايز يعمل حاجه هيروح يعملها. انا بحب الافعال جدا. يعني انا من الناس اللي بتحب الافعال جدا في حياتي. يعني في مستقبل البعيد لما تدخلوا علاقه يا بنات، اختاروا مع شخص بيعمل اكتر ما بيتكلم. عشان مثلا شخص قاعد يقول لك ايه، انا بحبك، بموت فيك، مش عارف ايه الكلام ده فارغ. بصي، يعني البقاء للي يدخل البيت من الاخر. اهم حاجه بقى يا جماعه بجد لازم نتكلم عنها، الدين والخلق هما الاساس. تمام. الجمال بيروح، المال بيتغير، بس الاخلاق والدين هما اللي بيفضلوا يضمنوا استمرار العلاقه. برضو الاحترام، اي علاقه لازم تبقى مبنيه على الاحترام المتبادل. الصبر، الحياه الزوجيه مش ورديه، طول الوقت لازم يكون عندك صبر على الطرف التاني وقت ضعفه. الامانه، اهم شعور لازم كل طرف يقدمه للتاني هو الامان، وان هو شخص يكون امين عليه كده. فاهمين الاحساس ده؟ انك تحس ان قلبك وعقلك وروحك في امان مع الشخص ده. لو بتختار شريك حياتك، ايه اللي يهمك اكتر؟ قولي في الكومنتات، الدين والخلق ولا الحب والانجذاب؟ كلهم. بتجاوبوني في الكومنتات. في النهاية محدش بيختار حياته 100%، لكن عندنا فرصة نختار شريك يكون سند لينا، مش مصدر تعب. خد وقتك، فكر، اسأل، وما تندفعش ورا المشاعر. باي باي، اشوفكم في حلقة جديدة. بحبكم.